السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر عليك. كما توقعت هرب من المناظرة كالأروى مقتديا بجده ابن سهاب. ألا تستحي؟ تركت أمك عائشة ولم تدافع عنها. كنت أعلم أنه لن يقبل المناظرة أبدا، لا معي ولا مع غيري، لأن موضوع المناظرة يدور حول عائشة وعمر، وهو يعلم ملف الأسود عند عائشة وعمر، وأنه إذا بدأ المناظرة فلن ننتهي أبدا، بدءا من موضوع قتل رسول الله إلى أن نصل إلى حرب الجمل، ناهيك عن رضاع الكبير، الغسل أمام الرجال، الكذب على رسول الله، بغض علي، سورة التحريم، إلى ما شاء الله من مواضيع عن عائشة. أما عمر فحدث ولا حرج، فقط رزس الخميس لن ننتهي منها أبدا. فهل تتوقعون أن هذا القزم يستطيع أن يدافع عن عائشة وعمر؟ أبدا والله، تركهم وهرب وبنت عورته مثل جده عمرو بن العاص. في مناظرة في مكانة عائشة رضي الله عنها، ولا تضعف وقتي 3 مرات، أنت 15 دقيقة وأنا 5 دقائق، والمناظرة في أي مكان تختاره حتى لو على كوكب المريخ. يقول أنا قبلت المناظرة حتى ولو في كوكب المريخ، يعني مستعد كل الاستعداد للمناظرة. هذه البهلوانيات يفعلها أمام أتباعه. ولما طلبته للمناظرة يعني أنا أطرح ما عندي وأستدل من كتبه، وهو يرد علي بمقطع ويستدل علي بكتبي، قال قبلت المناظرة وقبلت التحدي، وما عليك إلا أن تكبر المناظرة مباشر ولا تجبن وتختبئ. طيح الله حظك كما يقول الإخوة العراقيين. هذا سلقلقي العفن. كنت قد بينت له 1000 مرة أن المناظرة معي هي أني أطرح ما عندي في مقطع، ثم يرد الطرف الآخر بمقطع، كما فعلت مع شيخه وليد إسماعيل حول آية التحريم. فهذا سلقلقي العفن يعلم أسلوبي في المناظرة، فبدل أن يقبل المناظرة خرج وقال لا أنا أناظر مباشرة، وحتى مباشرة والله لن يناظر أبدا، فقط يظهر بمظهر الشجاع، لن يجرؤ أن يناظر في عائشة لا مباشرة ولا بالمقاطع. أما هروبه إلى المناظرة مباشرة فواضح أنه يتعمد هذا، لأنني سبق وبينت له في مقاطع سابقة أني لا أتناظر مباشرة. هذا الأسلوب لا أحبه. الأسلوب الذي ينسف جبهة الوهابية هي بالمقاطع. وهذا القزم يعلم أنه إذا ناظر بفيديو مصور لن يستطيع التدليس ولن يختبئ خلف الشاشة لكي يدلس ويبطر في الأحاديث كما يشاء. شاهدوا معي بعض تدليساته الواضحة مقتطفة من الحلقات السابقة. في كتاب بحر الأنوار وقال هذه الآية ليست في الله. إما لمين يا مجلسي؟ قال هذه الآية كما جاء في كتاب بحر الأنوار المجلد 39 صفحة 347. قال علي بن أبي طالب أنا الذي علوت فقهرت، وأنا الذي أحيي وأميت، وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا بكل شيء عليم. ما الفرق بين الله وبين عليه؟ لا يوجد فرق. حتى قال وأنا أمين الله وأنا الباطن وأنا الظاهر وأنا عين الله وأنا جنب الله. انظر للتجسيم. فعلي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا توقف هذا المدلس الصغير. شاهدوا تكملة الرواية. سئل أمير المؤمنين عليه السلام كيف أصبحت؟ فقال أصبحت وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وأنا وصي خير البشر وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الباطن وأنا الظاهر وأنا بكل شيء عليم وأنا عين الله وأنا جنب الله وأنا أمين الله على المرسلين بنا عبد الله ونحن خزان الله في أرضه وسمائه وأنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت. فتعجب الأعرابي من قوله فقال عليه السلام أنا الأول أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا الآخر آخر من نظر فيه لما كان في لحده، وأنا الظاهر ظاهر الإسلام، وأنا الباطن بطين من العلم، وأنا بكل شيء عليم فإني عليم بكل شيء أخبره الله به نبيه فأخبرني به. فأما عين الله فأنا عينه على المؤمنين والكفرة، وأما جنب الله فأن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، ومن فرط فيه فقد فرط في الله. ولم يسجل لنبي نبوة حتى يأخذ خاتما من محمد صلى الله عليه وآله، فلذلك سمي خاتم النبيين. محمد سيد النبيين وأنا سيد الوصيين. وأما خزان الله في أرضه فقد علمنا ما علمنا رسول الله بقول صادق، وأنا أحيي سنة رسول الله، وأنا أميت البدعة، وأنا حي لا أموت لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرواية ما فيها أي تشنيع، وهذا الوهابي دلس على المشاهدين وفي قناة فضائية. شاهدوا مقطع آخر. الرواية بتقول إيه في هذا الكتاب في المجلد 38 صفحة 312؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بأي لغة خطبك ربك يوم القيامة، بأي لغة خطبك ربك يوم القيامة؟
الله سبحانه وتعالى تكلم معك يا محمد في ليلة المعراج، أعتذر، الله سبحانه وتعالى تكلم معك في ليلة المعراج بأي لغة؟ فقال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت يا رب أنت خاطبتني أم علي؟ النبي مش لا يعلم من إلهه عياذا بالله في دين الشيعة، بيقول يا رب هو أنت علي بن أبي طالب؟ في ليلة المعراج يقول يا رب أأنت خاطبتني أم علي؟ لأن عياذا بالله عندهم أن ربنا قلد علي رضي الله عنه، وسبحان الله. لا تعليق والله. هنا توقف هذا المدلس الذي يريد الاختباء خلف الشاشة لكي يدلس ويبطل الأحاديث كما يشاء. دعونا نكمل الرواية التي بترها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك يوم القيامة، بأي لغة خاطبك ربك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى تكلم معك يا محمد في ليلة المعراج، أعتذر، الله سبحانه وتعالى تكلم معك في ليلة المعراج بأي لغة؟ فقال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت يا رب أنت خاطبتني أم علي؟ قال يا أحمد أنا شيء لا كالأشياء، لا أقاس بالناس، لا أوصف بالشبهات، بالأشياء. خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد في قلبك أحب إليك من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كيما تطمئن قلبك. نلاحظ أيضا أن الرواية ما فيها أي إشكال، ولكن هذا الوهابي فقط همه هو التدليس على البسطاء. نعم، كل هذه المقاطع هي مقتطفة من سلسلة هواية الكذب، من يريد التفصيل فليرجع إلى الحلقات. نشاهد مقطع آخر وماذا بتر هذا الهارب من المناظرة بالمقاطع. خرج علينا صاحب هذا الكتاب محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي أصول الكافي، قال أبو عبد الله عليه السلام ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا، وأيضا قال فأيضا في أصول الكافي ولكن الله خلطنا بنفسه. أستغفر الله أستغفر الله. انظر عزيزي المشاهد كيف مثل الإمامية الاثنى عشرية هؤلاء الشيعة أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الله، ولكن الله مسحنا بنفسه، ولكن الله خلطنا بنفسه، ولكن الله خلطنا بنفسه. هنا توقف هذا المدلس. الآن لنرجع إلى نفس الكتاب والصفحة. أصول الكافي الجزء الأول صفحة 104. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم، ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الأئمة منا. أيضا الرواية لا يوجد فيها إشكال، ولكن المصيبة هو البتر والتدليس الواضح من هذا الكذاب. نذهب إلى مقطع آخر. يقولون بأن علي بن أبي طالب يخلق ويحيي الموتى عياذا بالله، وأحيا موتى مقبرة الجبان بأجمعهم. عد على الموتى قال قوموا فقاموا بإذن وبأمر علي رضي الله عنه وحاشاه. الآن لنرجع إلى نفس الرواية ونرى هل الإمام علي قال قوموا بإذني أم بإذن الله. لنشاهد. بحار الأنوار للعلامة المجلسي في الجزء العاشر صفحة 304. الرواية طويلة جدا تتحدث عن مناظرة جرت بين الإمام الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون وغيره. نقرأ محل الشاهد. قال الرضا عليه السلام لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يحيي لهم موتاهم، فوجه معهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الإمام علي عليه السلام أن يذهب معهم، وقال له اذهب إلى الجبانة فنادي بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان، يقول لكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا بإذن الله عز وجل. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم إلى آخر الرواية. وأحيا موتى مقبرة الجبان بأجمعهم. عد على الموتى قال قوموا فقاموا بإذن وبأمر علي رضي الله عنه وحاشاه. قوموا بإذن الله عز وجل. فقاموا بإذن وبأمر علي رضي الله عنه وحاشاه. قوموا بإذن الله عز وجل. وهكذا إلى ما شاء الله من البتر والتدليس الواضح. فهذا الوهابي لو دخل في مناظرة بالمقاطع سينفضح، لأنه معي أنا لابد من إظهار الصفحة والكتاب أمام المشاهد لنرى الأمانة العلمية.
وهكذا المشاهد يستمتع بمناظرة علمية بالجزء والصفحة وبهدوء وبدون مقاطعة والترترة الزائدة. فنحن لسنا في حلبة مصارعة، نحن نناقش قضية دينية للمشاهد. فليس كل من يشاهد المناظرة من أهل العلم، أكثر الناس من العوام. فأنا أحب أسلوب سلس البعيد عن التعقيدات، ولا أحب القفز من نقطة إلى نقطة حتى نقتل النقطة الأولى بالدليل والحجة التي تفحم الخصم. أما الوهابية فيجدون طريقة تشتيت الأفكار والهروب إلى مواضيع أخرى وعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، وهكذا تتشتت أفكار المشاهد. وخير دليل مناظرات صفا ووصال. فهذا الوهابي لا يريد المناظرة بالمقاطع بهذا الشكل، لأنه لا يهمه الوصول إلى الحقيقة، وهمه الوحيد هو الانتصار على خصمه بالحيل الخبيثة. وإلا فماذا يضر المناظرة بالمقاطع؟ ما هو العيب فيها؟ هذا الوهابي يريد الاختباء خلف الشاشة، وكل مرة يقاطع ويبتر في الأحاديث، أو يعد أي خطة أو حيلة للهروب ويقول أني أنا من هربت، كما يفعل باتصالاته حين يفحمه شيخ من الشيعة يقطع عليه الاتصال ويقول هرب الله أكبر. وأنا كما شاهدتم الحمد لله لم أهرب أبدا، بل بدأت المناظرة معه من قبل، ونشرت أول مقطع من المناظرة وهو الذي لم يرد ولو بكلمة. فالحمد لله الذي فضحك أمام الجميع، وبان للجميع أنك طبل فارغ وفقط تجيد الترتر والكلام الفارغ، ولا تملك لا علم ولا فهم. وإن شاء الله فضائحك مستمرة، فكل مقاطعك عندي، فقط ترقب الفضائح إن شاء الله. فمن حاربنا حاربنا. ولا تنسى يا وهابي أبدا أني متشيع ولست شيعي أبا عن جد، فكل ألاعيبكم أعرفها جيدا، فأنا قلتها وأعيدها. أنتم مشكلتكم ليست مع الشيعة بل مع المتشيع، والله لن نسامح ولن ننسى، فقط ترقبونا. والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.